أي فريق كبير بيبقى عنده عادة 4 فئات من اللعيبة في قائمته: فئة الناشئين، فئة البدلاء، فئة الأساسيين، وفئة السوبر ستارز أو اللعيبة المميزة قوي. فئة السوبر ستارز دي عادة بتبقى محدودة جدا، لعيب أو 2 أو 3 بالكتير. الأهلي حاليا عنده 6 لعيبة من فئة السوبر ستارز: إمام عاشور، زيزو، تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، ومحمد الشناوي. أنا عارف إن مجرد ما أجيب سيرة الشناوي ناس كتير هتعترض وناس كتير هتتريق. خلي الموضوع ده شوية هنتكلم عليه في الآخر. المهم إن 5 من ال6 اللي في فئة السوبر ستارز دول بيلعبوا في مراكز الوسط المهاجم والأجنحة. فباختلاف طرق اللعب يعني وطبقا للطريقة اللي هيلعب بيها المدرب، 3 من ال5 دول هيلعبوا و2 هيقعدوا دكة. وبالكتير قوي لو المدرب هيفصل طريقة عشان يلاعب أكبر قدر من السوبر ستارز، 4 من ال5 هيلعبوا وواحد هيقعد على الدكة. وعلى فكرة ده شيء طبيعي جدا، ده الطبيعي بتاع الفرق الكبيرة. السكواد بتاعها لازم يكون عندك سوبر ستارز في الملعب وأوراق قوية على الدكة تسندك وقت اللزوم. لكن الإعلام عامة والمخطط خاصة عارفين الموضوع ده وفاهمينه كويس، وهيقعدوا بقى يضربوا لك في الفرقة باللعيبة السوبر ستارز دول، وخصوصا اللي مش هيلعبوا أساسيين. كلكم سمعتوا الكلام بتاع هو الأهلي راح دفع 2 مليون دولار في بن رمضان عشان يلعب له 5 دقايق؟ ولا بن شرقي لما قال لتريزيجيه ما تباصي يا عم، على فكرة احنا بنلعب معاك يعني، فتريزيجيه دور كده وقال له العب وانت ساكت، فبن شرقي رد عليه وقال له ما بالراحة يا عم. ولا زيزو لما كان زعلان عشان المدرب طلعه ونزل إمام، وهنقعد بقى الحال المنايل بنيلة ده طول السنة. زيزو لعب يبقى إمام زعلان، إمام لعب يبقى زيزو زعلان، وبن رمضان ماسك لهم عصاية الغلية في أوضة اللبس وبيهدد بالرحيل. ده الموضوع وصل بالناس دي لدرجة إن بمجرد ما إمام عاشور حط رجله في الملعب، ده الراجل ما لعبش غير ربع ساعة، في ثانية جاله عرض من أمريكا ب15 مليون دولار، وإمام عايز يمشي. كأن الأهلي ده نادي هفق زي المختلط كده، اللعيبة بتفسخ عقودها وتمشي ببلاش، وكأن إمام عاشور ده مش فاضل في عقده 3 سنين. لكن اللي لازم نفهمه إن إمام عاشور وزيزو بالذات عاملين هس، عاملين تعب أعصاب مش طبيعي. في ناس نفسها تغمض عينيها وتفتحها تلاقي الاتنين دول اتباعوا، اتصابوا، هجروا، اي حاجة، المهم يصحوا ما يلاقوهمش في وشهم. فياريت ما نرميش ودنا للتدليس الاعلامي اللي محاوطنا من كل ناحية ده. نرجع للشناوي. اولا، اتفقت او اختلفت، الشناوي هو حارس مصر الاول والاهلي من 2018. الشناوي عنده أخطاء كتير في الفترة الأخيرة، حصل. شوبير متألق جدا أكيد، لكن الشناوي هو أفضل حارس في مصر في الكرات العرضية والثابتة والفاولات والكورنرات، ودي نقطة ضعف كل الفرق المصرية بدون استثناء بما فيهم المنتخب. شوبير قصير وضعيف في العرضيات وغالبا مش بيطلع من جوله أصلا، لكن شوبير موهوب وعنده ردة فعل ورفلكت ممتاز. اللي يهمني ان الاتنين كويسين، لكن لازم نفهم ان الشناوي هو الحارس رقم 1 وشوبير الحارس رقم 2، ودي ميزة كبيرة جدا للأهلي أتمنى ما نخسرهاش بإيدينا. الزملكاوية هم اللي عاملين الفتنة بتاعت الشناوي وشوبير دي، وهم اللي بينفخوا فيها طول الوقت، لأن منظرهم بقى وحش قوي لما أي حارس من الحراس الهفا اللي عندهم دول بيروح المنتخب، مش عشان هو كويس ولكن عشان نعبي بس الكوتة بتاعت الزمالك. فلما بيروح من عندهم المنتخب بيبقى حارس تالت مش احتياطي زي ما طول عمرهم متعودين. فالأهلاوية اللي بتقعد تستظرف وتقلش على الشناوي ومش بيفرد ايده ليه، خفة الدم دي بتأثر على اللعيبة وبتجيب لهم إحباط. زي بالظبط الأهلاوية اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا يحللوا في الماتشات ويتريقوا على اللعيبة وكمان بيدوهم درجات.
يبقى الواحد من دول على الله حكايته، بيقرأ اسمه بالعافية وقاعد ينظر ويقيم في اللعيبة ويدي كل واحد درجة. كل واحد من حقه يقول رأيه، لكن مش من حقه يفرض رأيه ده على الآخرين أبدا. يعني أتمنى نبعد عن الناس العياشة دي اللي بتاكل عيش على قفا الأهلي. بالمناسبة، يا ريت كمان محدش أبدا يشمت في رمضان صبحي. أنا معاكم، كلنا زعلانين منه. صحيح غلط كتير، لكن في الآخر رمضان صبحي ما أذاش حد، خد قرارات غلط كتير يتحمل هو نتيجتها. لكن رمضان صبحي في محنة صعبة ومحتاج دعوات ربنا يفك كربه، مش محتاج أبدا شماتة ولا نظام الله يسامح اللي كان السبب، والله يسامحك انت واختك وابوك، وديته الواد في داهية، وكان عنده حق بيبو لما قال انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. كل الكلام ده لا وقته ولا مكانه. بالمناسبة، انا مش بشكك في حد، لكن انا مش فاهم ليه رمضان صبحي اتحبس في قضية في حين ان مصطفى محمد محدش جه ناحيته في نفس القضية دي بالظبط. زي قضية فتوح كده، خد براءة في حين ان في مطرب مهرجانات مش فاكر اسمه ايه اتحبس في نفس القضية وفي نفس التوقيت. دي اسئلة افتراضية كده ملهاش اجابة كالمعتاد في عالمنا الافتراضي. على فكرة، قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات دي مش إدانة لرمضان لوحده، دي إدانة كبيرة وإهانة واضحة وفضيحة دولية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو بقيادة الدكتور حازم خميس. الراجل ده بقاله 100 سنة ما بيعملش حاجة غير إن هو بيولول على 12 مليون جنيه مستحقاته عند اتحاد الكورة. في الآخر الراجل يأس من الحياة وبطلوا أصلا ياخدوا عينات من لعيبة للكشف عن المنشطات. ويكش تولع، انتوا هتقرفونا؟ واللعيبة عندنا وخصوصا اللي ما بتلعبش في أفريقيا عايشين حياتهم مقضيينها. حازم خميس ده ما جايب مين؟ أيوه، وزير اللمساس بالظبط كده. الناس دي مش هتتهد غير لما تجيب ظرافها خالص. ناس ما عندهاش دم،